أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في البث المباشر لدرس السبت لفضيلة الشيخ الأستاذ محمد حسين عيسى على الهواء مباشرة على موقع نفائس. ودرسنا اليوم بعنوان النية، ويسعد فضيلة الشيخ أن يتلقى أسئلتكم ومداخلاتكم على صفحته الشخصية على فيسبوك وعلى الإيميل الشخصي mhesa@maktub.com، وسيتم الإجابة على الأسئلة فور انتهاء المحاضرة. والآن نرحب بكم في المحاضرة مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق والعون والمدد والثبات ثم القبول. مع دروس الترغيب والترهيب، وقد بدأنا بحمد الله وفضله في الأسبوع الماضي الحديث عن الإخلاص، واليوم أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والعون والمدد والثبات ثم القبول عن النية. ومعنى النية في اللغة معناها القصد، وهو بالنسبة للأعمال من أعمال القلب وليس من أعمال الجوارح الظاهرة، ويسمى عزيمة القلب. عزيمة القلب أي انبعاث القلب نحو ما يراه كل إنسان موافقا له من جلب مصلحة أو دفع ضر. انبعاث، إرادة، عزيمة، توجه، كل هذا القصد، كل هذا من عمل القلب. وللإنسان في حياته كلها قصد. يختلف الناس بعضهم عن بعض في مقاصدهم من الوجود عامة، ومن مطالبهم الخاصة في كل نواحي حياتهم. ربنا عز وجل قسم الخلق إلى مؤمن وإلى كافر، وإلى معسكر للشر وهو حزب الشيطان، ومعسكر للخير وهم المؤمنون حزب الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ربنا عز وجل قسم العباد كلهم إلى أصحاب مقاصد، إما مقصد العاجلة وهي الدنيا، فربنا عز وجل يعطيه بقدر حرصه، قدر توجهه، وقدر إرادته، وقدر عمله. ربنا يوفي له عمله وأجره على هذا العمل في الدنيا، ولكن ليس له في الآخرة من خلاق، من نصيب، من أجر، بل يعذب لأنه لم يعبد الله عز وجل ولم يقم دين الله عز وجل في حياته كلها، لأن الله ما خلقنا إلا لنعبده، إلا لهذا القصد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومنهم من يريد الآخرة ولكن ليست إرادة وقصد فقط وانبعاث من القلب فقط،
ولكن بسعي من سعى لها سعيها تحتاج إلى سعي، والسعي أشد من المشي، يعني عايز اجتهاد. الآخرة عايز اجتهاد، أهل الدنيا يجتهدون، وأهل الآخرة يجب أن يكونوا أشد اجتهاد، لأنهم يطلبون حياة دائمة ونعيم عظيم. أما أهل الدنيا فيطلبون حياة قصيرة ومتاع قليل. فيجب لمن أراد الآخرة أن يسعى لها سعيها مع الإيمان، ومن أجل ذلك ربنا سبحانه وتعالى سيعطيه الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النية عند الفقهاء لها يعني أمرين. أمر وهو أن النية تحتاج لها كل الأعمال، لأنها ركن أو شرط فيها، وكذلك لها مقصد آخر، وهي أن تميز العبادات، تسمى نية التمييز. من يريد أن يصلي لابد أن ينوي هل هي أداء أم قضاء، هل هي ظهر أم عصر، هل هي فرض أم نافلة. يبقى لابد أن اللي بيصوم يميز هل هو صوم فرض رمضان أو صوم تطوع، تسمى نية التمييز. نية التمييز تمييز العبادة. العبادة لابد أن تتميز أيضا عن العادة. الإنسان من الممكن أن ينام ويأكل ويشرب ويمشي ولكن بلا نية أصلا، أو إن هو يمشي ويتحرك بنية. بفضل الله عز وجل أن المؤمن الذي قبل الإسلام، قبل شرع الله، منهج الله في الحياة وآمن به، إذن له مقصد عام، له نية يقصدها في حياته كلها، أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فاستقام على هذا الدين. الاستقامة على الدين هي قصد القلب، قصد الإنسان في إن حياته كلها تتطابق مع الدين. قد يخطئ، قد يغفل، قد ينحرف، ولكن يعود وبرنامج ومنهج الدين يعني يعيده مرة أخرى فيقبل توبته، بل قد يبدل الله سيئاته حسنات. عشان نعرف إيه الفرق بين نية التمييز بين العبادة والعادة، نعرف الأحكام الشرعية. أحكام الشرع 5. أحكام الشرع قسمها الفقهاء إلى 5 أقسام: واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح. واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح. الواجب هو تنفيذ أمر الله به على سبيل الحتم والوجوب، من أداه يؤجر ومن تركه يأثم. المحرم الذي نهى عنه الله عز وجل والشرع على سبيل الحتم، فالذي يتركه لله عز وجل يؤجر، والذي يفعله يأثم. فالفرض إما واجب وإما محرم، إما فعل وإما ترك. وعلى الواجب وعلى الفرض المحرم والواجب يكون هناك ثواب وعقاب، الجنة والنار. أما ما عدا هذا فلا علاقة له بالنار. النار خاصة بالفرض، أما الجنة فهي الفرض وباقي الأحكام. كيف؟
المندوب من أداه مثل التطوع، صيام التطوع، الصلاة تطوع، صدقة تطوع، كل أفعال الخير اللي لا تطلب على سبيل الحتم والوجوب ولكنها يندب إليها الشرع، يندب إليها الشرع. هذه من فعلها يؤجر، ومن تركها لا يأثم، لا علاقة لها بالنار والعذاب. والمكروه الذي يستحب للعبد تركه تنزها وعدم اتيان له حتى لا يقع في محرم، فهذا المكروه من تركه يؤجر، ومن فعله لا يأثم. إذن المندوب والمكروه يدور حول الثواب ولا علاقة له بالعقاب. أما المباح فيستوي طرفاه، بمعنى لا أجر ولا عقاب فيه. اللي يأكل، اللي يشرب دون نية وقصد، دون أن يكون سبب للإعانة على الطاعة، يبقى لا يؤجر ولا يأثم. المباح إلا إذا أسرف في المباحات أو منعته عن أداء واجب، فهنا يكون هناك عقاب بالقصد بالتوسل. المباح إذا أكلنا بقصد إن احنا نية، يعني نية إن احنا نأكل عشان نصوم، عشان نتقوى للعبادة، عشان نجاهد، عشان نسعى على أعمالنا، يبقى هنؤجر، لأنها وسيلة لا يتم بها الواجب إلا بها، وما لا يقوم به الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك النوم، ننام حتى نستعيد نشاطنا ونقوم بعبادة وأداء الخير والجهاد والدعوة في سبيل الله، فنومنا هنا نؤجر عليه. وكل المباحات هكذا، حتى الزواج، من تزوج لمجرد التمتع هذا مباح، ومن تزوج سنة ودين وبقصد إقامة بيت مسلم فهذا يكون زواجه عبادة، وهكذا في سائر المباحات. إذن هناك نية لازمة ممكن أن تصاحب العبد في كل سلوكه، لأن سلوك العبد لا يخرج عن هذه الأحكام الخمسة: إما واجب يجب عليه أن يفعله بقصد الطاعة، وإما محرم يجب عليه تركه بقصد الطاعة، وإما مندوب يحسن ويعني يندب إلى فعله لزيادة الثواب فهو طاعة، وإما ترك لمكروه حتى لا يقع في حرام فهو أيضا طاعة وقصد لله سبحانه وتعالى. والمباح إذا الإنسان قصد في حياته وكل ما يأتيه أن يكون على منهج الله، لا يخرج عن شرع الله، لا يأكل حرام ولا يأتي بحرام، إذن فهو بفضل الله عز وجل طيع عابد مستسلم خاضع لمنهج الله عز وجل، فهي عبادة إن شاء الله. لكن العلماء تحدثوا عن النية، هل هي ركن في كل عمل صالح أم هي شرط؟ والفرق بين الركن والشرط: مثلا الركن جزء من ماهية الشيء لا يقوم به، مثل تكبيرة الإحرام، مثل القيام في الصلاة، مثل الفرض، مثل الركوع، كل هذه تسمى أركان الصلاة لأنها جزء منها. النية جزء من الصلاة لأنها ركن لا يقوم إلا به. أما الوضوء، أما استقبال القبلة، فهذه شروط لا تصح الصلاة إلا بها، ولكن ليست جزء من الصلاة، فهي تسمى شرط صحة، شرط صحة وليست ركن في الصلاة. استقبال القبلة، ستر العورة، الوضوء والتطهر، هذه كلها خارج الصلاة.
ولكنها لا تصح الصلاة إلا بها، فهي شرط يسمى شرط صحة للصلاة. أما النية، أما القراءة، أما تكبيرة الإحرام، أما التشهد الأخير، فكل هذه أركان لا تصح الصلاة إلا بها. فهل النية تعتبر ركن أم شرط؟ إذا كانت ركن تبقى النية لابد لها لكل الأعمال، لا تصح الأعمال إلا بها. أما إذا كانت شرط فأيضا لا تصح إلا بها. لكن هناك من العلماء من يقولون أن النية في بعض الأعمال ليست للصحة ولكنها للكمال، أي لزيادة الأجر. مثل ماذا؟ مثل أن الإنسان يعمل أعمال وهي صالحة موافقة للشرع أو يطلبها الشرع، ولكن في غفلة عن القلب، في غفلة عن القلب، أي أن القلب لا يؤدي القصد، لا ينبعث من أجل إتيان هذه الأعمال، لكنه قد يكون تعودها أو أنه يأتيها في غفلة. مثل ذكر اللسان، قد يذكر الإنسان بلسانه ذكر، يسبح، يستغفر، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة وعمل للجوارح وهو جارحة اللسان، لكن ليس القلب له عمل لأنه في غفلة عن القلب، فيؤجر لأن الجارحة قامت بطاعة، جارحة اللسان، فهو أفضل ممن لم يذكر أو الصامت، فهو تحرك بلسانه في ذكر الله عز وجل فيأخذ أجر اللسان. أما إذا تمعن في الذكر واستشعر مهابة الذكر وقدسية العبادة فيؤجر، لأن ذلك من عمل اللسان والقلب معا، يبقى يؤجر مرتين، على جارحة اللسان وعلى جارحة القلب وعمل القلب. مثل الذي يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، لو قرأ القرآن فإنه يحرك بلسانه وينظر بعينه، يؤجر للاثنين للجارحتين. طب لو قرأ القرآن وتمعن بعقله وقلبه ونظر بعينه، يبقى إذن الجوارح الثلاثة، اللسان والعين والقلب، فيزيد الأجر، وهكذا. أيضا هناك عبادة يأتيها الإنسان لأنه تحرى الحلال حتى ولم يقصد عند إتيانها الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وفي بضع أحدكم صدقة، أي أجر. حتى إن الصحابة بضع يعني الجماع، اتيان الزوج لزوجته في الجماع، إن فيه أجر. فقال الصحابة: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا فعلها في الحلال فله أجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الممكن أن الإنسان يأتي من المباحات، يأتي شهوة الجماع ويكون له أجر، لأنه قصد إعفاف نفسه وإعفاف زوجته بتزوجه من البداية، فكلما أتى أهله فهي تابعة لنيته الأولى في الزواج، أنه تزوج على كتاب الله وسنة رسول الله مطيعا لله وشرع الله عز وجل، لم يأتي الحرام، فتركه للحرام عموما وإتيانه بالحلال عموما له أجر في هذا النص. أيضا
خرج أحد الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرأوه بجلده ونشاطه، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان خرج يسعى على أبوين كبيرين ليعفهما فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى ليعف أهله فهو في سبيل الله، أو يعف نفسه فهو في سبيل الله. إذن مجرد أن الإنسان يسعى على رزقه ليعف أهله أو يعف نفسه عن المسألة أو عن الحرام، فقد ترك الحرام وترك الكسل وصدق بأمر الله عز وجل وسعى لرزق، فسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فهو يؤجر على النية العموم في إتيانه هذه الأعمال العادية بنية عامة، وهي طاعة الله في شرع الله عز وجل. الطفل الذي يصلي أو يصوم أو يصدق أو يساعد إنسان قبل أن يبلغ سن التمييز، وسن التمييز قبل سن البلوغ، لأن من البلوغ يلزمه كل الطاعات، كل الشرع، كل الأحكام. أما في التمييز فيمكن أن يصلي رغم أنه لم يبلغ ويأخذ الأجر، ولكنه لا يعاقب ولا يأثم قبل البلوغ، لأنه غير مكلف، لا يكلف إلا بالبلوغ. فهو يأتي إذن وهو صغير بأعمال مثل العمرة، وقد وليه هو الذي يحمله وهو الذي ينوي عنه، ورغم هذا يأخذ أجره، ولكن لا تسقط الفرض الحج عليه. فهذا أيضا أفعال بلا نية ويؤجر عليها الطفل المميز أو قبل التمييز. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث إن الله تعالى يعطي على كسرة الخبز وقبصة الطعام. القبصة ب3 أصابع يعني قليلة، أما القبضة فهي ب5 أصابع. إن الله تعالى يعطي على كسرة الخبز وقبصة الطعام 3 أجرا، الرجل يأمر به والزوجة تصلحه والخادم يناول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم ينس خدمنا، الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. فالخادم يؤدي أعماله والزوجة تصلح في بيتها، ولكنها تأخذ أجر والخادم يأخذ أجر مثل الذي أمر هذه الصدقة الذي هو صاحب المال. إذن من الممكن العمل العادي الله عز وجل يؤجر عليه حتى بلا قصد لقيام الإنسان بأداء مهمته. مثل أيضا الحديث كأسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها، وافدة النساء العرب التي جاءت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الرجال يجاهدون في سبيل الله فيستشهدون أو يغنمون ويحجون بأموالهم وينفقون في سبيل الله بأموالهم، والنساء أي المؤمنات يجلسن في البيت يقومون بأعباء المنزل وأعباء الزوجية من الخدمة والتربية وغيرها من أعمال الزوجة أو الأم. فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا يعني من الأجور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسن تبعكن لأزواجكن يعدل ذلك كله، أي أن قيام المرأة بالأعمال الزوجية العادية من الكنيس، من النظافة، من التجمل للزوج، من رعاية الأولاد، من الحمل، من الرضاعة، من كل هذه الأعمال العادية التي تقوم بها المرأة، هي في لها أجر عليها مثل الحج والنفقة في سبيل الله، بل والجهاد في سبيل الله. فهذه أعمال تؤدى بناء على ما رسم الله عز وجل في شرعه للزوجة وللأم من أعمال يجب أن تؤديها في حياتها الزوجية وفي حياتها الأمومية.
وكذلك الرجل وكذلك كل إنسان. إذن هناك أعمال كثيرة بفضل الله عز وجل حتى لو لم ينوي الإنسان فعلها، ولكنه يأتيها بناء على أنه قبل أن تكون حياته كلها لله رب العالمين، تكون الحياة كلها لله رب العالمين بكل مضمونها وكل محتوياتها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإسلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كافة الحياة، كافة الأعمال. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الحياة كلها يجب أن تتوافق وتتطابق مع منهج الله، فتكون عبادة لله وطاعة لله، وهذا هو القصد العام وهدف الحياة التي يكون العبد غايته فيها الله، يكون الله غايته. هناك مسألة أخرى أيضا يتحدث عنها العلماء، الترك عبادة، ولكن قد يترك الإنسان أشياء ولا يقصد تركها ولكنه تركها. يعني الإنسان إذا ترك شرب الخمر أو ترك الزنا أو ترك السرقة، فهذه تروك لأشياء منهي عنها، فقد لا يقصدها العبد، اسمه ترك مجرد، ترك عام. إن الإنسان لإسلامه قرر ألا يأتي المحرم، ألا يأتي المحرم، أخذ على نفسه عقيدته أن يترك كل الأعمال التي نهى عنها ربنا عز وجل وحرمها. وقد يعني لا يفكر في الزنا، وقد لا يفكر في شرب الخمر، ولكنه تارك شرب الخمر. لماذا؟ لأن الإسلام يحرمه. تارك الزنا لأن الإسلام يحرمه، ولكنه لم يقصد في ساعته ولكن في عمره كله. تارك على العموم كل ما نهى الله عز وجل. هل يؤجر عليه؟ إنه ترك لله، إنه ترك بقصد طاعة لله عز وجل. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن سماها هجرة وسماها نية ترك، فله أجرها لأنه ترك ما نهى الله عنه، فهذه عليها أجر. لماذا؟ لأنه يتوافق مع شرع الله وقاصد ألا يعصي الله، فإذا وقع في معصية عليه توبة، عليه عمل آخر. لكن في الأصل لأنه مسلم فهو يحرم على نفسه ويتبع أمر ربه في ألا يأتي محرم، فهذا ترك مجرد أو ترك عام، وهي ما يسميها العلماء نية الإسلام. تكفي في هذا نية الإسلام، أي نية أننا مسلم متبع الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. لو الإنسان كف يده وظلمه وبطشه وعلى العباد فهذا مجرد ترك لإيذاء المسلمين، لإضرار المسلمين، طاعة لرب العالمين، فإذا له على ذلك أجر. ولكن هناك ترك آخر يزيد في الأجر، وهو أن يعالج الإنسان عندما يقع أو يمكن أن يقع في معصية فيمنع نفسه، يكف نفسه عن العمل. هذه أعمال قلبية، هذه أعمال هو ينهى نفسه ويمنع نفسه عن أن يأتي العمل، فهذا عمل قلبي. مثل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم من سهام إبليس المسموم، من تركها ابتغاء مرضات الله أبدله الله بها عبادة يجد لها حلاوة في قلبه.
النظرة سهم من سهام إبليس المسموع، من تركها يعني مخافة الله، طاعة لله عز وجل، ابتغاء مرضات الله. إذن هناك الإنسان أمامه منظر محرم لعورة امرأة مثلا، فيكف نظره عنه، يغض بصره عنه. إذن هذا عالج نفسه وترك النظر، عند ذلك يؤجر، ولكن أجره أفضل ممن لم ينظر ولم يره المعصية ولكنه كف نفسه عن النظر للمحرم. لكن اللي هو قابله عورة ولم ينظر إليها لأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الثانية عليه، فهذا عالج نفسه. وهو مثلا ما جاء في قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما همت به وهم بها. والهم إرادة، الهم استجماع للقوة واتجاه وقصد قلب، ولكنه عليه السلام ربنا عز وجل بصره فكف نفسه وعف نفسه وهرب منها. إذن هذه معالجة، هذه معاناة، هذا إيمان. فلولا أن رأى برهان ربه، رؤية بصرية أو رؤية قلبية، منعته عند ذلك مخافة الله أن يأتي هذا المحظور. عندنا أيضا كما رأينا في الأسبوع الماضي الثلاثة الذين كانوا في الغار، منهم رجل كانت له ابنة عم يحبها ويقصد الزنا بها، ولما تمكن منها بعد أن أعطاها الأموال من الذهب ذكرته فخاف الله وتركها وهي أحب الناس إليه، وكان السبب في أن فرج الله عنهم الصخرة. إذن هذا ترك مخافة الله عند الوقوع في المحظور، عند الوقوع في المحظور. كذلك نحن قد نعفو بصفة عامة، ولكن عند المقدرة، العفو عند المقدرة معالجة قلبية، معالجة حلم وانضباط وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا قصد المنع عن اتيان محظور بمعالجة قلب، فهذا أيضا له أجر خاص به. عندنا في بعض الأعمال العلماء يقولون فيها أن النية تنسحب قبل العمل. يعني عملنا عمل في البداية ما كناش ناويين به، ولكن بعد ذلك النية تنسحب، ترجع إلى بداية العمل. مثل إيه؟ عندنا في الشرح لو أن أحد الذين يذهبون إلى المسجد لصلاة الجماعة فأدرك الإمام قبل أن يسلم، دخل في تكبيرة الإحرام وانضم للجماعة واقتدى بالإمام قبل أن يسلم، فله فضل الجماعة، صلاته كلها ستكون صلاة جماعة. لماذا؟ لأنه أدرك قبل السلام. الذي يذهب إلى صلاة الجمعة يوم الجمعة بعد أن ينتهي الخطيب من الخطبة وبعد أن يصلي الإمام الركعة الأولى، لو أدرك الركعة الأولى من الركعتين تحسب له جماعة الجمعة، ولو أدرك الركعة الثانية فقط لا يحسب له إلا جماعة الظهر، عليه أن يكمل الصلاة 4. هذا يبقى إذا أدرك الركعة الأولى من صلاة الجمعة تسحب الفضيلة إلى أنها تحسب له فضيلة جماعة الجمعة. أيضا لو أن إنسان جاء صباحا ولم يأكل ولم يشرب حتى قبيل الظهر، ثم نوى الصيام التطوع، صيام الليل، لابد أن يكون النية بالليل، اسمها تبييت النية في صوم الفرض
والواجب والنذر. أما التطوع فيجوز أن ينوي قبل الزوال، أي قبل الظهر تقريبا، إنه ينوي بس بشرط أن لا يكون قد أكل أو شرب أو أتى منافيا للصيام، فذلك يحسب له الصيام، يحسب له الصيام كأنه نوى من الليل قبل الفجر. كذلك يقولون أن لو أن امرأة مات زوجها الغائب عنها وهي لا تعلم، فلم تعلم إلا بعد 4 أشهر أو 5 أشهر، عند ذلك يكون انقضت عدتها، لأن العدة لاستبراء الرحم، وقد مات زوجها وتأكدنا منذ 5 أشهر، إذن لم يعد هناك حاجة لعدة المتوفى عنها زوجها والغائب والتي كانت لا تعلم، فانسحب حكم العدة رغم أنها لم تنتوي العدة. أيضا العلماء يتكلمون في أمر آخر، هل يمكن بلا عمل ولا نية يؤجر العبد؟ نعم، بلا عمل ولا نية. كيف؟ الميت لا عمل له ولا نية له، وله ثواب أمرين: ثواب الدعاء، وثواب قراءة القرآن، وثواب الصيام عنه، العمر عنه، الحج عنه، فعل الخيرات عنه، صدقة، كما جاء في شرع الله عز وجل. فالميت لا عمل له ولا نية، ولكن ينسحب وتنسحب الأعمال بنية صالحة لها ثواب للميت. كذلك عندما يدعو إنسان لإنسان بظهر غيب بالخير، يصله الخير ويستجاب له الدعاء ويؤجر على هذا العمل. في مسألة هامة جدا يعني لابد أن يعرفها المسلم، إن النية لابد أن من بداية العمل، تكون النية عند بداية العمل، يعني عند الصلاة، عند الوضوء، عند الصوم، لابد أن النية تلازم وتصاحب العمل من بدايته. هذا أمر لازم ومطلوب في كل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. لكن قد يعرض بعد أن تكون النية صالحة في بداية العمل عجب، الإنسان يعجب بعمله، يتيه بعمله، فهل هذا يبطل العمل؟ نقل ابن جرير الطبري وهو أحد الأئمة العظام أن ذلك ينقص فقط العمل ولا يبطل العمل، فهو ينقصه في الأجر ولا يبطله في الأصل. وقال أن ذلك عليه جمهور السلف، أي من العلماء، من الصحابة والتابعين والعلماء، جمهور العلماء على أن اللي مطلوب أن الإنسان مثلا في الصلاة دخل بنية الصلاة ونية صالحة وسهى وغفل وفكر في أشياء. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول إني أنظم الجيوش في صلاتي، عبادة أخرى في أثناء الصلاة، القلب ينشغل بأمر آخر، فهل هذا يبطل العمل؟ لا. إذا كان في أمر طاعة لا يبطل العمل، عمر رضي الله عنه. لكن إذا كان في مسألة يعني غبية، مثل واحد يفكر في حرام، يفكر في شهوة، أو حتى يفكر في أمر من أمور الدنيا، إذن هذا ينقصه بقدر هذه الغفلة، ولكن لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بهذه الغفلة، لأن النية أحضرها في أول العمل، ولكن غفل عن بعض أن تكون مصاحبة له حتى يتم العمل، فهذا ينقص الأجر ولكن لا يبطل العمل. عندنا أمر آخر هام جدا أيضا، وهو إن النية في ذاتها لا تحتاج إلى نية. النية وإلا يبقى يلزم التسلسل، يبقى النية
الصالحة يأخذ عليها أجر حتى من غير عمل، من غير عمل. إذا كانت نية صالحة يأخذ عليها أجر لمجرد أن نواها وأرادها وهم بها حتى ولو لم يعمل، والأحاديث هنراها. طب وإذا كانت سيئة، وإذا كان هم بسيئة، أراد سيئة، قصد سيئة، هنرى أن الله عز وجل من عفوه أن الله عز وجل إذا لم يعملها ولكن فكر فيها فهذا يأخذ لا يحسب عليه ذنب. وإن تركها بقصد مخافة الله، أي تركها من أجل الله، يأخذ عليها حسنة أيضا رغم أنه كان يفكر في سيئة ولكنه تركها. هذه المعاناة وهذا الترك مخافة الله يكتب له بها حسنة. هنرى هذه الأحاديث. وعندنا حديث يقول نية المؤمن خير من عمله. لو انتوى وحال بين نيته حائل ليس من إرادته، أو تمنى أن يفعل الخير ويقصد بصدق النية أنه يريد الخير، يكتب له هذا الأجر حتى لو لم يفعله. وعندنا حديث جميلة في هذا سنقرأها ونعلق قليلا على بعضها لأنها بالكثرة التي لا يتسع الوقت لها. من أهمها ومن أشهرها حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ما رواه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي بعض الروايات الصحيحة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أي يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره. عندنا حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا، أي ما مررنا بشعب أو وادي إلا وهم معنا، أي معنا في الأجر، حبسهم العذر. رواه البخاري وأبو داود. ولفظ أبو داود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وادي إلا وهم معكم، أي شاركوكم في الأجر. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم المرض. يعني لو كانوا أصحاء منتوين إن هم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعلوا الجهاد، وكذلك كل خير حبس عنه مؤمن وهو يصدق الله في أنه يعني يأتي يكتب له ذلك الأمر. وعندنا أحاديث كثيرة في هذا لا يتسع الوقت لها. منها أن الله عز وجل إذا كان إنسان في حياته العادية اعتاد أن يصلي بالليل كثيرا وأن يصوم بالنهار وأن يفعل من الخيرات، ثم سافر، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكن من قيام الليل، كذلك كان يقوم الليل، كان يفعل الخير الكثير ثم وهو صحيح ثم مرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الله له أجر ما كان مقيم أي غير مسافر وما كان صحيح. لماذا؟ لأنه ناوي بصدق الاستمرار والمداومة على الفعل، فعذره السفر وعذره المرض فيأخذ أجره. كالمريض يصلي الفريضة وهو جالس أو وهو نائم حسب استطاعته ويأخذ أجر القائم. ليه؟ لأن المرض هو الذي عذره. عندنا حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة وقال
أحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر. خلي بالكم هذا حديث جميل جدا. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما. مال بالحلال، وعلم في التجارة، وعلم في الأعمال. هذه الأعمال كلها موافقة لشرع الله عز وجل. أحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا يعني الذي يخرج من الدنيا بالمكسب بالآخرة 4 نفر. لأن الدنيا مزرعة الآخرة، لأن الدنيا جئنا لكي نحدد مستقبلنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كل امرئ بما كسب رهين. كل واحد بيحدد مستقبله الصالح. وعبد نمرة 2. هم 4 أنفار، 4 أنواع. ده اللي له مال وعلم. الثاني عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. عنده علم وفقه بالحلال والحرام، وعنده نية صالحة، فهو صادق النية. يقول صادق في بقى: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. يعني هذا الذي رزقه الله المال بالحلال وينفقه بالحلال، فهو بنيته فأجره ما سواء. اللي عنده مال وبينفقه بالحلال، واللي ما عندوش مال وعنده علم بأن النية الصالحة يؤجر عليه، فينوي الخير، ينوي الخير، فهما في الأجر سواء. كأن الراجل الغني اللي بينفق كل المال ده، اللي نيته زيه صادق، يعلم ربنا ما في قلبه. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، بل المبطلين. لكن الصادقين ربنا عز وجل يعلم ما في قلوبهم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمة، ولا يعلم لله فيه حقا. عكس الأولاني، عنده مال وبيستخدمه في كل المنكرات وكل الشهوات وكل الأشياء دي، ولا يؤدي حقه. فهذا بأخبث المنازل. تاني بأفضل المنازل، وده بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه مالا ولا علما، العكس بقى، لا عنده مال ولا عنده علم، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. يعني اللي هو بيعمل حاجة وحشة، اللي عنده مال وحش ومهيص فيه، يقول: يا سلام لو أنا عندي زيه. فهو بنيتي فوزرهما سواء. حديث أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح، رواه ابن ماجه أيضا. حديث آخر مهم جدا في النية، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل، حديث قدسي: إن الله كتب الحسنات والسيئات. أي حدد الحسنات والسيئات، فرضها، ثم بين ذلك أي في شرعه. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. أهي نية، لكن هم بخير وما عملهاش. نية اللي هي نية المؤمن خير من عمله، وزي احنا ما شفناه في اللي هو ناوي يبقى عنده مال ده، كتبها الله له حسنة. فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، حسب صدقه ونيته وحاجة الخير الذي سيفعله. شوفوا بقى العكس: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هو اللي منع نفسه، إنما تركها من جراء في الحديث القدسي الآخر. وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. الحديث رواه البخاري ومسلم. يعني هذه المعاملة، وحد هيخرج من الدنيا حتى لو ما عندوش أسباب، حتى لو مريض، حتى لو ضعيف، مجرد النية. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل الحسنات مجرد النية، بلا تعب، بلا عمل، بلا جوارح، بس مجرد ان احنا نمر بصدق القلب كده ونتمنى الخير للناس، نتمنى لهم الخير، فاحنا ناخد اجر عمل عظيم احنا نفرط فيه كثيرا، ان نخرج واحنا ميزان سيئاتنا اثقل بعد هذه المعاملة. ايضا
حديث آخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعمل. يقول الكتبة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فإن عملها فاكتبوها بمثلها بس، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها ب10 أمثالها إلى 700. رواه البخاري أيضا ومسلم. يعني الإنسان إذا هم بسيئة فتركها، بسيئة بس مش هتحسب عليه. هم بسيئة ومنع نفسه يتكتب له حسنة، عملها تتكتب سيئة واحدة. هم بحسنة تتكتب له، عملها تتكتب له 10 حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. حديث أيضا جميل ومعناه حلو، يرينا أثر النيات الطيبة كيف تؤدي في مجتمع المسلمين إلى إزالة المنكرات وإقامة الفضائل، إلى أنها مجرد أن الإنسان ينوي الخير ويفعل الخير بنية صالحة، فهذا ينظف المجتمع من السيئات. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. يعني واحد انتوى يطلع صدقة لها قيمة، صدقة اسمها ايه؟ منكرة، يعني نكرة في. قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته أي بالليل فوضعها في يد سارق. بالليل واحد طلع يسرق، فواحد جاء مديله فلوس من غير ما يعرفوا هو ايه، فأصبحوا يتحدثون. خبر هل النبي أنبأ به أو السارق؟ فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على سارق. صور واحد بيتصدق مش على الفقير، على سارق. فقال أي الذي تصدق أما عرف كده: اللهم لك الحمد على سارق، لا أتصدقن الليل بصدقة. خلاص عوض. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على زانية. علم فقال: الحمد، اللهم لك الحمد على زانية، لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني مش محتاج، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: هل عن طريق نبي ذلك الزمان أو غيره؟ أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، هيمتنع عن السرقة. ربنا سبحانه بحسن نيته بصدقته دي. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناه، برضه هيمنعها هذا. وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. حديث رواه البخاري ومسلم والنساء وغيرهم. وعنده فقال له: أما صدقتك فقد تقبلت بنيتك. لكن شوف أثرها في المجتمع، شوف النيات الصالحة، شوف حسن النية، شوف الصدقة لما تبقى حسن النية. آخر حاجة كما رأينا عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، ناوي ونية مؤكدة واخذ بالأسباب إنه هيقوم يصلي بالليل، فغلبته عينه حتى أصبح، يعني ما أمشي بالليل إيه لحد الفجر ما جه، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. حديث النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأبو الدرداء رضي الله عنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد حسين عيسى على هذه الاستضافة في درس وشرح أو الشرح الوافي لدرس النية، وجعلنا الله وإياكم من الذين يخلصون في نياتهم. والآن مع الأسئلة والمداخلات. السؤال الأول فضيلة الشيخ بيقول: هل النية محلها القلب أم لابد أن نتلفظ بها؟
والسؤال الثاني: أوقات نكون ذاهبين إلى عمل في سبيل الله وننسى أن نتلفظ بالنية أو بالقلب حتى، هل يحبط العمل؟ السؤال الأول النية محلها القلب، متفقين على هذا، متفقين على أن النية محلها القلب، لكن يستحب للتأكيد والتذكير النطق باللسان، وفي الحج خاصة ونية الحج وهي الإهلال بالحج، إن يستحب فيها الإهلال، أي لبيك اللهم لبيك بعمرة ولبيك اللهم لبيك بحج، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بها، فهو أفضل في الحج ومشروع في الحج التلفظ به. لكن هل يلزم التلفظ بالنية في كل مرة؟ هذا لا يلزم في كل حال. السؤال الثاني وهو إن إذا كان الإنسان خرج للجهاد للدعوة أو لأي عمل فهو في سبيل الله، مجرد يخرج من بيته بنية العمل يكفي هذا، بل مجرد إنه هو يوقف حياته وعمره للدعوة فعمره كله دعوة، عمره كله جهاد في سبيل الله، حتى ولو مات على فراشه، لأنه هو ينوي. احنا عندنا الحديث يعني إن يعني من نوى الشهادة أو طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، يعني هيبقى على فراشه بنيته الصادقة لنيته الجهاد، فربنا يتقبل منه هذا. الحلف النبي صلى الله عليه وسلم على لسان المصريين حال درجة، وأصبحت عادة خالية من الحلف غير النبي، يعني يتلفظ بقول النبي ما تكونش نيته انه بيحلف غير الله، هل هذا حرام؟ القسم لابد من ان هو يتأكد بالقلب، لابد ان يتأكد ويبقى اسمه انعقاد القسم، يعني ينعقد، يعني يلزم أن يكون ثابت بقصد الحلف. لكن لو اللسان يعني تعود أن يتلفظ بألفاظ مثل النبي وكذا، يعني هذه لا تسمى حلف ولا يحنس فيها صاحبها، لأنها خرجت مخرج العادة، مخرج الاعتياد والإلف. لكن لابد للحلف كما جاء بأن ينعقد القلب عليه، اللي هو يعني ما تأكد في القلب. نعم. في الصيام في رمضان هل ننوي أول يوم أم كل يوم نجدد النية؟ وماذا لو نسينا أن نتلفظ أو نجدد النية؟ نية الصيام في الفرض غير نية الصيام في النافلة تطوع. نية الصيام لابد أن يكون فيها نية صيام فرض، لكن نية التطوع مجرد أن الإنسان ينوي الصيام يبقى هذا تطوع. الفرق بين النيتين أن نية الفرض يلزم أن تكون ليلا، تكون بالليل، اسمها تبييت النية. تبييت النية أن هو ينوي قبل الفجر، والنية ليست بمجرد أن أنا أقول نويت الصيام وأتلفظ به، مجرد أن أنا بآكل عشان بكرة الصيام، بأشرب عشان بكرة الصيام، إن أنا يعني عايز أنام عشان بكرة هيبقى في صيام، كل هذه خطر في بالي بالليل إن بكرة صيام، هذه نية تكفي دون تلفظ ودون انعقاد القلب. فكذلك النية في أي صيام واجب زي الكفارات لأنها واجبة، وزي النذر لأنها واجبة، لابد أن تكون بالليل. لكن نية التطوع من الممكن أن تكون بالنهار، من الممكن أنها تكون لحد الزوال،
حد الزوال جائز هذا. لكن أمر آخر، طيب أنا هصوم رمضان، هل كل ليلة لازم نية؟ الحمد لله العلماء قالوا خاصة في مذهب الإمام مالك يكفي إن العبد ناوي يصوم رمضان، فأي يوم هيصومه في رمضان فيه نية من أول الشهر إنه هيصوم الشهر، يبقى ده تكفي هذه النية من أول الشهر. بعض المذاهب كالشافعية قالوا لابد كل ليلة من نية خاصة زي الصلوات، الإنسان ناوي يصلي طول النهار لكن يلزم أن ينوي صلاة لكل وقت نية. في صيام التطوع متى تكون النية؟ بمعنى أنا أتصحى مثلا في تمام الساعة 12 ليلة، ثم أقوم قبل الفجر للصلاة، ثم أشرب أو أكل، هل أجدد النية مرة أخرى؟ صيام الفرض أو صيام النافلة إذا كان الإنسان انتوى الصيام من الليل قبل الفجر، انتوى الصيام قبل الفجر، فيكفي إن هو ما يشربش وما يأكلش بعد الفجر من أول ما يتأذن. لكن لو نوى وأكل ونوى وأكل أو فضل يأكل أو جامع أو أي شيء من ما ينافي الصيام، كل ده مباح له. لكن المهم إن هو ابتداء من الفجر لا يأتي منافي للصيام. لبس المنطلون وعليه حاجة طويلة مثلا لنص السمانة حلال أم حرام؟ أنا مش عارف السؤال ذكر أم أنثى يعني. المنطلون وعليه حاجة طويلة مثلا لنص السمانة هو أكيد هو المرأة عليها ستر العورة وعدم إبداء الزينة، عليها حكمين، عليها ستر العورة وعليها عدم إبداء الزينة. ستر العورة المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، لكن إبداء الزينة حكم آخر غير ستر العورة. إيه هو؟ إن لا يظهر تجسيد أعضائها الأنثوية كالصدر كالفخذ كغيره، يعني معناها لازم تلبس لبس واسع لا يصور حجم جسمها، يبقى واسع ما يبينش المفاتن. ده اسمه ايه؟ عدم ابداء الزينة. ففي امرين، ستر العورة وعدم ابداء الزينة. مش ستر العورة فقط، لو البنطلون ضيق، لو الملابس اللي على الجسد ضيقة رغم انها ساترة للجسم لكن في حكم تاني ناقص. يعني هو احنا عندنا حكمين، ستر العورة نقول له سترت العورة، لكن المرأة امام الاغراب عليها حكم اخر وهو عدم ابداء الزينة. فهي لو لبست ضيق ابدت زينتها، جسمت المفاتن اللي فيه، فيبقى عصت ربها سبحانه وتعالى. لو لبست بنطلون واسع مش مهم شكل الملبس ولا نوعه ولا لونه، المهم انه يكون ساتر للعورة ولا يبين حجم الجسم. فاذا كان الفستان واسع والبنطلون واسع لا بأس، تلبس بنطلون، تلبس جلابية، تلبس اي لبس. اهم شيء ان الحكم الاسلامي ده ما بيتغيرش طول الابد والى يوم القيامة، اللي هو ستر العورة وعدم ابداء الزينة. لكن طريقة التفصيل ونوع القماش بيتغير، مش مهم، من بلد لبلد ومن زمن لزمن ومن مجتمع لمجتمع. إذا حد له فلوس عند حد قريبه ومش عارف ياخدهم، فهل يحسبهم صدقة ولا ما ينفعش؟ لأن دي حالة اضطرار يعني. سداد الدين واجب على المدين، لكن لو كان قريب ومحتاج ما عندهوش ان هو يفي للدين بتاعه، العلماء افتوا بان يسقط الدين ويحسبه من الزكاة. يعني لو كان
المدين غير قادر على السداد، أجاز العلماء في الفتوى بأنه يسقط هذا الدين ويحسبه من الزكاة اللي هو واجب عليه. هل تعوض السنن؟ يعني السنن تركها ممكن يعيدها؟ قضاء العبادات إذا كان العبادة فرض من الفرائض، يعني إنسان ترك صلاة حتى خرج وقتها، أو كان تركها وهو صغير، أو صوم أو زكاة، يلزمه قضاءها سواء كان الصلاة أو صيام أو زكاة من الأشياء اللي هي فرض عليه. لكن اللي متعود على صلاة نوافل أو صدقة نافلة وتركها يستحب له ان هو يقضيها عشان يبقى المداومة على الطاعة، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا كان هو له ورد كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن له ورد، يعني شيء يرده زي ورود الماء كلما عطش، كذلك لو له ذكر، لو له صلاة، لو له صدقة، لو له أشياء دي اسمها ورد. لو ترك ورده النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن ورده، وهو مش فرض دي صلاة الليل أو الذكر، من نام عن ورده أو نسيه فليؤديه وقت الضحى. يبقى ده عبارة عن ايه؟ عن قضاء بعض الأشياء غير المفروضة، وهذا استحباب. جزا الله خيرا فضيلة الأستاذ محمد حسين عيسى على هذه الردود والدرس الرائع واللقاء الطيب. وهناك وجزاكم الله خيرا الأخوة المشاهدون المتحلقون في هذا الدرس. وهناك أمرين، هناك سؤال أخير: ما حكم حلق شعر الجسد بالنسبة للرجال كحلق شعر الصدر أو البطن وما شابه ذلك؟ الشعور المستحب حلقها يعني هي شعور العانة والإبط، يعني وغيرها من هي قد يتحرج الإنسان فيها من وجودها، ودي نواحي يعني تحسينية وتجميلية ويعني من النظافة. أما إزالة شعر الصدر للرجال فهذا لم يأتي ولم يقل به أحد، بل هو تشبه بالنساء، لأن شعور الرجال فطر ربنا سبحانه وتعالى يعني أخرجها، فلا يجب أن احنا يعني نزلها للتجمل. لماذا؟ الرجل لا يتجمل بإزالة، ولم نعلم ولم يعرف في الإسلام الرجل لا يتجمل بإزالة شعر صدره. ولكن لو ان امرأة او يعني انسان يعني عنده شعور غير عادية يعني يتحرج منها، بتظهر في يعني في وجهه، في رقبته، في يده، ويتحرج منها فيزيلها تحسينا للحرج وللضرر النفسي. جزاكم الله خيرا أيها الأخوة المشاهدون في هذا اللقاء الطيب، حيث تحفنا الملائكة وتخشانا الرحمة. وكما قلنا إن هناك أمرين: الأمر الأول عدد المشاهدون، يعني هذا درس طيب ولقاء طيب يعني قليل وجوده على شبكة النت. هناك نحو 40 من الإخوة المشاهدون المتحلقين، يعني نتعاهد سويا كل أخ من المشاهد موجود معنا أن يتعهد أن يدعو 5 إخوة إن شاء الله في خلال هذا الأسبوع، فيكون الناتج إن شاء الله الأسبوع الجاي 5 في 40 مثلا، هيكون 200 أخ موجودون في الحلقة. جزاكم الله خيرا. نتعاهد على هذا الموضوع، واحنا بنعمل دعاية وانتم تساعدونا في هذه الدعاية. الأمر الثاني: يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله
سيكون فضيلة المرشد في افتتاح حديث الثلاثاء على موقع تراث الإخوان في تمام الساعة 7 يوم الثلاثاء 28/12 في تمام 7 مساء على الهواء مباشرة وبث مباشر افتتاح حديث الثلاثاء. وسيكون كل ثلاثاء أستاذ فاضل جديد إن شاء الله ودرس جديد في حديث الثلاثاء. جزاكم الله خيرا، ونقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في السبت القادم في تمام الساعة 8 ودرس جديد من دروس الترغيب والترهيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.